السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وبأفضل حال. وحشتوني 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 كتير قوي. بصوا بقى، الأيام اللي جاية إن شاء الله بإذن الله هتكون كلها حماس وكلها نشاط وكلها وصفات. أنا يعني بغيب كده وأرجع لكم كده كل يوم أنزل لكم ايه وصفة شكل. بس والله بيبقى غصب عني وكنت تعبانة، الأولاد تعبانين، فاعذروني وحقكم عليا. وبعتذر لكم جميعا كل الناس الحلوة اللي بتتفرج عليا وبتدعمني من بداية الفيديو كده. اول قبل ما نتكلم في الوصفه، حطي لي بقى لايك، ولو ما كنتيش مشتركه في القناه اشتركي عشان يوصل لي كل جديد، وفعلي زر الجرس. تمام. يلا بينا بقى نشوف الوصفه. النهارده هنعمل رز معمر حادق حادق، وهقول لك لو مسكر هتعملي ايه. هي مفيش فرق، بس بدل ملح هتحطي سكر بس، ولا اي افتكاسه. تمام. هتجيبي صينيه الومنيوم، هتجيبي طاجن فخار، هتجيبي بايركس، هتجيبي سيراميك، جرانيت، تيفال، اي حاجه. تمام. هحط فيها معلقه سمنه واشوح الرز. بحب اشوح الرز الاول قبل ما احط اي حاجه. تمام. بعد ما بشوحه بروح حاطه له بقى اللبن. هقولك بقى، يعني احنا هنتعامل معاه زي تسويه الرز عادي. انت هتسوي رز، هتشوفي المقدار الرز بتاعك قد ايه، وهتحطي عليه بدل اللبن بدل اسفل الميه هتحطي لبن. تمام. بس عايزه اقولك على خطوه بقى. الرز معمر ما بيبقاش يعني احنا بنعمله ان هو ما بيبقاش مفلفل كده زي الرز بشعريه واي رز تاني. لا، بيبقى الرز اللي هو ماسك في قلب بعضه كده، وبيبقى اللي هو ايه، متشرب بزياده عشان تقطعيه كده خرطه بخرطتها، ويبقى معاكي ان هو مستوي وواخد يعني تسويه حلوه جدا، وتكون الرزايه كده يعني واخده حقها في التسويه. فلو انت قللتي في نسبه السوائل اللي هي لبن او ميه مثلا، لو انت تحطي ميه ولبن لو تعمليه اقتصادي. لكن انا بصراحه بحب ان انا اعمله باللبن صافي، بيبقى طعمه حكايه. المهم زي ما انتم شايفين مقدار الرز انا بحط زياده. قعدت بقى احط لبن لحد ما خد كفايته وملحته ودقته خلاص كده. تمام. انت هتعملي مسكر، هتلغي الملح، هتحطي بقى السكر. تمام بالنسبه لك. تمام. اخر خطوه بقى من على الوش بتحطي القشطه، وبعد كده بتدخليه بقى الفرن على درجه حراره 180 ل 200، ولا بيعلى عن كده ولا بيوطى عن كده. تمام. عملت بقى الخطوه دي، وبعد ما عملتها دخلته الفرن وسبته لحد ما استوى. بقى اول ما بيستوي انت بتدوقي كده على جنب، بيغلي بقى في الفرن، بتدوقي الرز اول ما بيتشرب خلاص استوى معاكي استوى. بتستنيه لما ياخد لون. انا بخلوش ياخد لون قوي عشان ما ينشفش خاطر ولادي، لكن عايزه اقول لكم ان طعمه خطير. لما بتيجي بتاكلي منه كده سبحان الله بتلاقي الوش المحمر دوت والقشطه يعني على وش الرز كده، وبعد كده الرز بيبقى دسم كده وطعمه حلو وجميل. انا عملت جنبه كده بانيه وبفتيك عشان خاطر جوزي ملهوش فيه قوي، واكلنا الحمد لله.